3 انواع من الرجاله اوعي في حياتك تتجوزيهم. اول نوع اللي انت شايفه نفسك ان قراراتك حكيمه اكتر منه وان انت اذكى منه. ليه ما تتجوزيش الشخص ده؟ لان الشخص ده ليه عندك حق الطاعه. فلو انت هتطيع راجل وهو هيبقى متحكم في امور حياتك كلها والشخص ده في الاخر قراراته مش حكيمه، فانت كده حرفيا بتحكمي على حياتك كلها بالدمار. تاني نوع من الرجاله الراجل هو بخيل في مشاعره. يعني ايه بخيل في مشاعره؟ يعني ممكن يكون بيحبك جدا، شايفك حلوه جدا، شايفك كل حاجه، لكن في الاخر هو مش بيتكلم معاكي ولا اي كلمه حلوه. ليه ما تتجوزيش الراجل ده؟ لان الراجل ده مهما قعدتي استحملتي في الاخر انت ست وعندك احتياجات وانت عايزه تسمعي الكلمه الحلوه، فممكن تضطري في يوم من الايام انك تغلطي او تضعفي ويبقى اسمك ساعتها خاينه. فليه تحطي نفسك في الخانه دي من اساسه؟ النوع الثالث والاخير اللي هو كلكم عارفينه، الراجل اللي بخيل بس في فلوسه. فكره ما يكونش غني، فكره القرش اللي معاه ما بيحبش يمتعك بيه، ما بيحبش يجيب لك حاجه تبسطك. ليه ما تتجوزيش الراجل ده؟ لان في الاخر انت برضو انثى عندك احتياجات، وانت بطبيعه الانثى بتحس انها مسؤوله من الراجل اللي معاها. فلو الراجل اللي معاكي مش بيصرف عليكي ففي الحاله دي اكيد ما تتجوزوش.